في بغداد توجد المخدرات في عدة مناطق، لكنها تكثر وسطها وتحديدا في منطقة البتاوين. عندما توجهنا إلى هذه المنطقة كنا نعرف جيدا إننا قد نتعرض إلى أذى كبير، لأن الشباب المتعاطين هناك لهم دولة مصغرة وقوانينهم تسري على أي غريب يدخل هناك. تنشط هنا تجارة المخدرات بصورة كبيرة، وهنا أيضا أغلب البيوتات تمارس بها الدعارة، فالغجر هنا يتمركزون بكثافة. قادنا شخص تعرفنا عليه في هذا الشارع وحذرنا كثيرا من البقاء هنا، لأن العصابات قد تقوم بقتلنا أو التعرض لنا ضربا، كما فعلت كثيرا مع أهالي هذه المنطقة. زين هذاك عنده شغلات شوفوني بالتلفزيون كذا، أنت أخوي بس قتل وما قتل معقول يصير هنا؟ والشعبة كتلة واحد باب الشرق، كتلة واحد باب الشرق، والشعبة يبيع حلويات والتقت يا بنية، قال لها شوفي شوفي حتى عرباتي. دفعنا الفضول لمعرفة ما يجري في داخل الحي، حتى لو اضطررنا لاستخدام حيلة مباحة. هذا الرجل دلنا بعد طلبنا لمعرفة أشخاص يتاجرون بالمخدرات، لكنه اشترط إخفاء ملامحه بصورة تامة حتى يسلم من تجار المخدرات والغجر، وأوصلني لرجل يعمل في هذا الشارع المشؤوم. وما إن بقينا لوقت محدد في المكان حتى بدأت بالفعل النساء الغجريات يتجولن في الشارع، ودب هنا الحراك من قبل شباب يأتون لمنازل الغجر لممارسة البغاء. ليس باستطاعتنا التقرب منهم وإجراء لقاء معهم، لأننا توغلنا إلى هنا من دون حماية أمنية. جميع البيوت هنا قديمة البناء، والناس أيضا فلا أحد يستطيع شراء منزل أو تأجيره إن لم يكن متعاطيا للمخدرات أو معه عائلة غجرية. وبدت حتى طريقة لعب الأطفال بصورة غريبة توحي على العنف والقتل. لا يخلو شارع هنا إلا وبجانبه قنان المشروبات الكحولية وبقايا لأشياء لم نتعرف عليها بصورة دقيقة، إلا إن أحد الأشخاص أبلغنا إن هذه أكياس تلف بها المخدرات. بعد أن علموا بنا جميعهم إننا لا نمتلك حماية، أجبرنا على ترك المنطقة. وأثناء مغادرتنا سمعت أحدا يقول لي: إذا كنت تبحث عن المخدرات فاذهب إلى السوق في الباب الشرقي. أعلم أن السوق هو قريب جدا من البتاوين. أبلغنا رجال الشرطة ورفضوا أن نتجول بهذا السوق من دون حماية، فرافقونا 2 منهم وقمنا بتصوير أول هذه البسطات، ونزلنا إلى السرداب الذي يقال عنه إنه مأوى لبائعي المخدرات. لم نجد شيئا إطلاقا وتابعنا المسير، لكن الغريب هو أنهم قاموا بالهرب عندما علموا أن هناك قناة تلفزيونية برفقة رجال الشرطة تتجول في السوق، وهذا الحال دائما ما يتكرر كما أبلغنا الشرطي المرافق لنا. احتمال هم كانوا شاردين شافوكم بالبداية جزء لنا شافونا شردوا. ايه جوز بعد ما واحد يخابر الثاني مو مشكلة، واحد يخابر. بس احنا اللي نقدر عليه. ولم نجد شيئا، لكن الجميع أكد لنا إنهم كانوا قبل قليل هنا يبيعون أقراصا للهلوسة وأصنافا أخرى من المخدرات، ويقومون بخداع الجميع على إنهم يتاجرون بحبوب تستخدم كمقويات وهرمونات جنسية. تابعنا المسير في السوق، وجدنا شيئا أثار الدهشة، وهو أن من يمارسون السحر ويقومون بتحضير الجن التحقوا بركب الباب الشرقي، فهم جالسون في الشارع وتحدثنا مع أحدهم.
يجلب الأرواح الطيبة، طول ما بمسج وعطوره أرواح كريمة يجلب الخير، يبعد الشر، يبعد القرين عن الأطفال الصغيرة. قرين؟ نعم، الطفل ما ينام، أرواح طيبة تطرد الأرواح الشريرة، شيء خبيث يطب للبيت، واحد عينه مو زينة ضد الحسد، هذا يعني مثل ما تشوف. بقينا تحت نصب الحرية لنرصد ما يحدث. حديقة الأمة. استندنا إلى معلومات سابقة إنها مأوى لشاذين جنسيا ومتعاطين المخدرات وحتى عصابات التسليب، لكن ليس جميعهم على هذا الحال، فمنهم من يشرب النبيذ بأنواعه هنا ويقوم بترك المكان فورا. تركنا رجال الشرطة وتجولنا بهذه الحديقة التي تتوسط السوق ومنطقة البتاوين. توجهنا إلى شخص من المتحولين جنسيا، لكنه رفض الكلام أمام الكاميرا. وخر الكاميرا، وخر الكاميرا، وخر الكاميرا. اضطررنا إلى إبعاد آلة التصوير، لكنه عاد ورفض. يعني ما تريد تصور؟ زين ليش؟ شنو المشكلة ما تصور؟ اكو مشكلة؟ اكو مشكلة؟ بقينا نتجول حتى أبلغنا أحد الموجودين أن هناك شخص يتواجد ويعتبر الأب الروحي لمن يتعاطى الخمور والحبوب المخدرة. قمت بالتقرب منه وهو لا يعلم أن آلة التصوير تعمل عن بعد، وتحدث لي بحرية تامة. ايش قصة لك هنا قاعد؟ يشربون؟ ايه يشرب هذا ما شرب، هذا شرب يروح يشرب. هسه انت شارب؟ شراب دم. ايه بس صاحك ايش فيها؟ عجبك والله هاي وصيتي نور. شو تبيع بالوسطى؟ بس نور شال هاي جنطة فلوسه شلون؟ هذا ابنه يبيع شاي عادي مشروب فيه. نروح هناك نشرب ولا كاسين نشرب هناك نشرب ما نجي هناك. بس مشروب؟ مشروب ويشيل مشروب موجود. شدري لكم بنات حلوين هاي جواتها اقول لك بس شني اشرب كل شيء يسوي بس لا تأذي. وبعد أن بدأت الشمس بالتلاشي وبدأت الحركة تقل في السوق، ونعلم جيدا أنها بدأت تنشط داخل البتاوين، وأغلب الذين يتجولون في الشوارع هم فاقدي الإدراك. اتصلنا بالنجدة ورافقتنا دورية كاملة حتى ندخل في العمق، وكان هذا الحال أول دخولنا المنطقة، فالجميع في هذا الشارع بات يعرفون إننا من قمنا بتصويرهم صباحا، والتقينا بعدد من الشباب. هو السكارة حشاك الدولة طربقة كلها هناك. والزين والموزيل بها هذيك الصفحة. الشوارع بها بارات تصير بها مشاكل على السكر هاي. نوعية المشاكل شنو؟ يعني المشاكل اللي تصير يعني. والله انا سجار بالسكينة وكذا؟ لا مو قصة هي سكينة ومسدسة وسلاح وهاي الشغلات. بس هو يسكر ويتذكر والله فلان يعاقد فلان وقرا من فلان وقرا حماية فلان وهي تعيش بيتي. اي كل له. هذه المرأة رفضت الحديث أمام الكاميرا. خلاص شو تسوي فكرة روحك شو تسوي؟ لا عيوني لا عاد قبل لا تصور نبيل. لكنها أبلغتنا فيما بعد إنها تعرف أن أغلب المنازل هنا تمارس بها أعمال لا أخلاقية، لكنها ليست كذلك، فهي تخرج كل صباح تتسول في إحدى تقاطعات العاصمة وتعود إلى هنا مساء للمبيت. بقيت سيارة الشرطة تتجول، والتقينا بأحد الشباب هنا، وكان رافضا في البداية للتصوير. عذر بيك انت جاي تسجل، بس رجاء لا تخلي وجهي، اذا تريد تسجل صوت تسجل. لا يطلع ما جاي يطلع خليدك بس سولفنا شو المشاكل يصير، خلينا نتعرف حتى شنو مثلا نقول للعالم جلسوا لكم حل. بس احنا من جنبك مو ضدك. انا بالنسبه لي جاي اشتغل طباخ الحمد لله والشكر. زين قادر على عيشته وعيشه خواتي. اي بس اكو ناس يعني من تسكر اي اكو وسيله عندهم يعني معمعات ما معمعات
انا من نسكر بالنسبه لي عندي وسيله ثانيه. اي بس مو انت غيرك من يشرب ويجيب شرب يطلع سكينه ويتعارك. لا هذا تلقى حشاك يعني مهزله. بس هسه انت شارب يعني. انا شارب صحيح. خلص الشغل شربت ورجعت. عرفت شلون؟ خلصت شربه ورجعت. ما تدري لك احد هنا؟ لا ما ذا احد. انا بالنسبه لي من ادوخ نفسي في سبيل يعني ما اذي لاحد. إلا أنه طلب مني الواقية التي كنت أرتديها كي يغطي بها وجهه ويتحدث معي. تقدر تعطيني ليلك مالتك واسولف وياك ايش قد ما عندك؟ شو اسوي لك؟ اريد احطه على وجهي في سبيل ما اطلع مهزله قدام العالم. هذا اليلق هذا اليلق سولف ايش قد ما عندك. هذا اليلق سولف سولف لي انه انت ليش تشرب؟ اشرب من كل يعني عندي 7 بنات ترى. 7 بنات اخواني وابوي توفى. زين. كتله وكتل عن طريق الارهاب. صارت الطائفيه انا ما اسميها طائفيه يعني بين اخواننا المسلمين. زين. اقول بين برشلونه والريال هيك مسويها انا. بس ما حد يعرف. الحل هاي وسيلتي انا جاي اشتغل طباخ واروح ارجع.